تماما. ما رؤيتك لمستقبل الأمة العربية؟ بالنسبة للمستقبل البعيد في صالح الأمة العربية والأمة الإسلامية، وسينتصر العرب والمسلمون على إسرائيل، هذا مما لا شك فيه، لأنه وعد إلهي، والوعد الإلهي لا نقضى ولا إبرام بالنسبة له. فهذه حقيقة، وكما قلت لك الرؤية الاستراتيجية بتؤكد ذلك. فللأسف احنا بنمر بمرحلة سيئة، مرض بعتبره مرض مؤقت، ولكن سنبرأ منه إن شاء الله. والطريق اللي هيوصلنا له أن نأخذ بالديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية ثم الديمقراطية ثم الديمقراطية. في ختام هذه الشهادة التي قدمتها على العصر، ما الذي تقوله للأجيال التي تعيش الآن والتي تستمع إليك والأجيال اللاحقة أيضا؟ أقول لهم أن حياتي كانت مليئة بالمتاعب والمشاق نتيجة أن أنا كنت بأتمسك برأيي وبالحق، بأن أكون دائما في جانب الحق. ولكن بالرغم من هذه المشاكل وصلت إلى أكبر منصب عسكري ممكن أن يطمع فيه واحد، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفي وقت من أصعب الأوقات التي هي حرب أكتوبر. فهذا من فضل الله. فمش عايز الناس تخاف إنها تقول كلمة الحق، تقول كلمة الحق حتى لو تسبب ذلك في بعض المشاكل، ولكن فليتأكدوا إن هذه المشاكل مؤقتة، وإن ربنا سيعوضهم بعد ذلك، وتعويض ربنا سيكون أجزل وأكثر إن شاء الله. سعادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به على مدى 10 حلقات من شهادة مفصلة على العصر. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع ضيف جديد في برنامج شاهد على العصر. هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.